منتخب مصر منفردا في صدارة المجموعة ب4 نقاط بعد تعادل مع بلجيكا في المباراة الأولى وانتصار كبير مستحق شاهدناه قبل قليل على نيوزيلندا ب3 أهداف لهدف واحد. 4 نقاط لمصر، إيران بنقطتين وكذلك بلجيكا، ونيوزيلندا في المرتبة الأخيرة بنقطة وحيدة. احنا طبعا نشكر كابتن محمد ابو تريكه لانه وافق يكمل معنا الاستوديو. بقول لكم يا كابتن لانه كان بيمشي. انتم مش من مستواي. والله شوف هو الصراحه يحق له كابتن. تعرف ليش؟ لان احنا الثلاثه الجزائر وتونس وقطر احنا مجموعين عندنا نقطه. الجزائر هو بنفسه عنده 4 نقاط. احنا لعبنا مباراتين احنا مباراتين يعني احنا في 5 مباريات على بعض كلنا عندنا نقطه. الجزائر مباراتين عنده 4. الجزائر مثلا بقول لك بعد ناقص مباراه. بقول لك ايه، انا هتكلم بداري معاكم. يحق له صراحه. ما تتكبرش علينا يا اخي، مبروك لمصر. يا اخي ادوا لي احد. هو يحق له حقل بالعكس. لا ان شاء الله التوفيق قدام البوسنه. طيب سؤال، متى كانت اول مشاركه لمصر في كاس العالم؟ 34. واحنا سنه كم؟ 26. كم بينهم؟ لا انا بليت الحساب. تقريبا 90 سنه يا راجل صح؟ انتظرتوا 90 سنه عشان تحققون اول انتصار. الحمد لله. احنا اولاد النهارده. الكوره بتاعت اليومنا النهارده. شد حيلكم بقى يا اخي. يا اخي شد حيلكم. بس احنا بقول لك شيء، احنا لسه في البطوله. قطر والجزائر لسه في البطوله. ان شاء الله بالتوفيق. كابتن حاتم في المطار. انا بشجع مصر، بشجع المنتخب. انت وين اي شيء؟ لا معانا ادينا له الجواز المصري. الان نستمع للقاء اخر لبين سبورتس، هذه المره مع كابتن حسام حسن بعد هذا الفوز. نتابع. الحمد لله يعني طول عمري وانا بلعب وانا بتدرب نفسي افرح الشعب المصري، لان جمهور في مصر وهنا، وبشكر الناس المصريين اللي هنا. يعني انا كنت زعلان، خايف عليهم، خايف ان هم يروحوا زعلانين، وعارف ان المصريين في الساعه دلوقتي كلهم بره البيت، كلهم بيتفرجوا بره البيوت. الناس كلها طيبه، كلهم، كل الشعب المصري كان عارف انه قلت اللعيبه الجمهور لازم نفرحهم، ومصر لازم تفرح، لان الحاله المعنويه للمنتخب للشعب المصري هي الكوره، هو منتخب مصر. فانا بقول لهم مبروك، وبقول لهم ارجو، اتمنى ان يكون عند حسن ظنهم، وبشكر لعيبتي والجهاز وكل الناس اللي تعبت، كل الناس من اول غرفه الملابس لحد الجهاز الفني والطبي والاداري وكل الناس. بس الجمهور ده انا بحبكم وبموت في تراب مصر. يعني انا نفسي كنت اعيش ان انا افرحهم في يوم من الايام، ان منتخب مصر في كاس العالم يلعب بتحدي والفريق يتطور ويلعب، ما يهابش اي حد، ونحترم الناس كلها، نحترم الفرق لكن ما نهابش اي حد. فانا بقول لهم مبروك وبحبكم وبحب حب مصر. استمعنا للكابتن حسام حسن، شاهدنا فرحته، شاهدنا تفاعله مباشرة بعد الفوز. هذه المشاعر أكيد كما ذكر محمد أنها نقلت قبل كأس العالم وأثناء كأس العالم وبين شوطي المباراتين إلى اللاعبين. لا، حتى شخصية حسام حسن موجودة في المنتخب المصري، موجودة. لما تشاهد مباراة بلجيكا الأولى ستشاهد شخصية حسام حسن العاطفي الذي ينقل ما يشعر به للاعبين، وكذلك الجاد والحماس الذي لديه. بس باقي يعني انت تشعر بمخرجنا وما تلف هناك، خليك معي. لا انا قلت لك بس لازم اعيد لك اياها المره الجايه. بس بقول لك شيء، المره الجايه محمد ابو تريكه ما راح يطلع معنا في الاستوديو لانه عنده 4 نقاط، ممكن نوديك هناك في مكان عشان ما تلف. محمد كبر علينا العين. لا خلاص، اصلا كويس انه مكمل معنا الاستوديو، المفروض يروح على الكورنيش. فحسام حسن المعروف عليه انه قائد، حتى لما كان لاعب قائد، هو عنده نوعا ما من الحماس الزائد في بعض الاحيان. هذه لما يضبطها هو اليوم كمدرب وبالاكسبيرينس والخبره التي لديه فينقلها الى اللاعبين. كذلك انه اليوم لما نتكلم على مصر احنا لا نتكلم على حماس فقط، نتكلم على امكانيات، نتكلم على حارس مرمى على المستوى عالي، وان كان الشناوي كان هو الحارس الاول، لكن بس اليوم مصطفى الشوبير اثبت انه يستحق هذه المكانه. صحيح، تصدى في اللحظات الاخيره الكره كانت هدف محقق. اكيد شوبير كان حاسم في المباراتين. شوبير اليوم كان مع النادي الاهلي او مع المنتخب المصري، وانت في حاجه لمستوى حارس ذكر محمد من نقطه البدء بالكره. صحيح. ولاحظ كره القدم اليوم الدفاع كان فتحي. ثم بعض الاحيان انه احنا نتكلموا عن اللاعب الذي يدخل دائما
يريد ان يلعب كاساسي او هو يرى في نفسه ان يستحق من الاساسي. يعطيك الفرصه الان فرامي، وزيزو قادر ان تاتيك كذلك الفرصه، فلا بد ان تؤكد. فرامي ربيع قام بمباراه ممتازه جدا على مستوى الدفاع ومستوى الانضباط، لذلك كان جاهز على المستوى الذهني، فلا بد ان يكون جاهز. فالمنتخب المصري الشوط الاول يمكن لم يدخل في المباراة بالشكل المطلوب، الشوط الثاني كان جيد، الانتشار، تغيير المراكز، سجل 3 أهداف، كان قادر يسجل 4 أهداف. فهذا ما نريد أن نشاهد اليوم، الانتصار الأول بالنسبة لتاريخ مصر لحسام حسن، بنسبة كبيرة سيمر هذا المنتخب إلى ويتجاوز دوري المجموعات. هذه كلها إيجابيات للمدرب المحلي ولحسام حسن بالذات. اليوم المدرب لا يفكر فقط في نفسه. نجاح حسام حسن يعني نجاح صح الرياضي أو المدرب المحلي، مثل ما فتح محمد صلاح أبواب الكثير من لاعبين المصريين. ولذلك لابد من دعمه، لابد أي محلل أو أي مدرب لابد من يدعم المدرب المحلي، لأنه نجاح حسام حسن والإطار الفني المحلي المصري. المواطن صراحة كلمة محلي هو عالمي اليوم. المواطن مدرب مواطن يعني المواطن كلمة محلي يعني أحسها شوية ما يستحق حسام حسن، يعني هو عالمي صحيح. هو في الأخير مدرب مواطن، مدرب مصري، مدرب مصري. أيوة. مدرب قل ما تريد. يعني في الأخير نجاحه من نجاح أبو تريكة، من نجاح وائل جمعة. شوبير هذه واحدة من التصديات، هو حارس ممتاز حقيقة. في اللحظات الأخيرة أيضا تصدى لهدف محقق. في من يقول انه افضل من ابوه من والده، انا لا اعرف. لا انت حضرت على والده يلعب؟ ابوه لا ابوه. انت حضرت ولا ما حضرت؟ انا لما احضر بشكله هو كويس الولد، بس ابوه حاجه ثانيه. صحيح. ابوه لما كان حارس مرمى لا ابوه لا كان حارس. لا ما قلناش لا، هو واخد منه بس ابوه لا حاجه ثانيه. بس هو متاسس بالمناسبه، بدا في اكاديميه ابوه وحارس. هو طبعا محمد هو موهوب بالفطره. في حراس مصنوعين وفي حراس موهوبين. هو عنده الموهبه بالفطره، عنده رده فعل كابتن. وتحركاته حتى في الكرات العرضيه النهارده تحركات ايجابيه، وطلوعه للكرات العرضيه كان طلوع مميز، وردود افعاله سريعه. فدي الحاجات مهمه ان انت يبقى دايما موجود معاك حارس هذه كابتن رده فعل ممتازه، فرصه هدف محقق اعتقد يسجل على كثير من الحراس. اولا الاطوال اللي قدامه، الشوطه قدامها زحمه من اللاعبين، عدد كتير من اللاعبين، كانت ردود افعاله مميزه. فاعتقد دي تصدي مميز، ردود الافعال كان ذهب للجهه اليمنى كابتن. الرشاقه والمرونه، فاهم، وطبيعه جسمه وازاي جسمه اتعامل معاها، فردة فعل سريعه بالنسبه لمصطفى. اتمنى له التوفيق. حتى دفاعيا احنا تحسنا كتير قوي الشوط الثاني. دعونا نعيش معكم فرحه المصريين الذين ذهبوا الى ملعب المباراه هناك في فانكوفر بعد نهايه اللقاء مع نافع بن عاشور. نافع تفضل. تصريح. I'm very happy to the Egyptian team performance. بتكلم فيا بالعربي. سعداء جدا. أنا آسف، أنا مبسوط جدا بالمنتخب المصري، وإن شاء الله انتصار بعد انتصار بعد انتصار. مصر كبيرة طبعا، فرحة كبيرة للجماهير المصرية. ألف مبروك، يبارك فيك. عايش تونسي وفرحان مع الجمهور المصري. بالطبيعة احنا كتوانسة كنا عرب فرحانين لمصر، حابين تونس ترشح على غالب، وان شاء الله المغرب والجزائر يترشحوا زاد. كل الفرق العربيه. بارك الله فيك. طبعا نواصل رصد الافراح المصريه، يوم تاريخي للكره المصريه. اكيد يوم تاريخي، اول فوز في كاس العالم ومش اخر فوز في كاس العالم، وان شاء الله الماتش الجاي نكسب ونتاهل اول مجموعه باذن الله. طبعا الف مبروك. رصد فرحه الجمهور المصري، يوم تاريخي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، شعب مصر مبسوط والدنيا مهيصه والحمد لله رب. الدنيا مهيصه، فرحان. ان شاء الله نكسب كل الماتشات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله لكل عربي الجماهير المصريه. Let's go Egypt. 100 كده 3-1 عقبال اللي احنا خلاص كده، احنا بقى كفايه كده قوي. فينا لسه في ماتش ان شاء الله نشوف بقى الماتش بقى 4-0 ان شاء الله. مفيد، هو الانجاز التاريخي التاهل طبعا يعني بصراحه ماتش يعني تحفه. نعم تحفه بالفعل، روعه، علامه الامتياز المنتخب المصري، انجاز تاريخي. شكرا لنافع. من حق هذه الجماهير المصريه ان تفرح. ستغلق هذه الصفحه سريعا، ما هو المنتظر في مشوار يبدو بانه سيكون طويلا في كاس العالم لمصر. انا عاوز ناخد اول مجموعه، يعني برضو مهم، اول مجموعه مهم بالنسبه لنا، ونفكر بقى في تجاوز الدور ال 32 ان شاء الله. برضو هيبقى قرعتنا لو طلعنا اول على ما اعتقد لامريكا للارجنتين في دور ال 16 على ما اعتقد، مش متذكر قوي. انما اعتقد ان الشوط الثاني ده لازم يبقى
مرجعي يا كابتن محمد. ليه الشوط الثاني مرجعي؟ اولا الكابتن حسام هدى اللعيب وكورتنا احنا عمرنا ما بنلعب كور طويله ولا بنلعب لعب بدني. احنا كورتنا الحقيقيه لما بنلعب كور قصيره. يعني في هجمه اللي اتعملت ناحيه الشمال اللي راحت لاخر لزيكو وبعد كده جت في المدافع، البلوك اللي اتعمل وده كويس. شوف على طول معظم الكرات قصيره وتروح عشان تخلق لنفسك. طالما الكره على الارض ومساحات ضيقه احنا بنعرف نتصرف، بس المهم ان انت تلعب على نقاط قوتك وثقافتك اللي انت متعود عليها، فاهم؟ فدي اعتقد مهمه بالنسبه للفريق. وبرده الكره المباشره في بعض الاحيان مش في كل الاحيان، لما يبقى في مساحه ولما يبقى في عندك عمق هجومي، فالتنوع ده مطلوب والتحرر مطلوب. لان انا زي ما قلت الشوط الاولاني ممكن تحس ان الاولاد كانوا مشحونين شويه زياده، حماس زياده، ارتباك، متسرعين عاوزين الفوز بسرعه. فيحسب للكابتن حسام ان هدى الفريق بين الشوطين مع التغييرات اللي احنا قلناها، التغييرات في الادوار التكتيكيه والامور، فايقاع الفريق بقى اسرع، توسيع اللعب مهم، الكرات العرضيه اللي موجود انتشارنا في الكرات العرضيه كان انتشار مميز. 3 اللعيبه التيشيرتات بتوعنا الحمر كان واحد على الاولى وواحد في النص وواحد في البعيده، فاعتقد دي حاجات ايجابيه لازم نستغلها، انما مهم قوي صداره المجموعه. نروح الجيزه. اتفضل. نروح الجيزه نتابع ردود الافعال في مصر في مدينه الشيخ زايد مباشره بعد نهايه المباراه مع سامر العمراوي. سامر تفضل.